بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الموضوع ديالنا اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم هو غادي يكون على البيان اللي تصدر على الخارجية الجزائرية أو الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء يصيب النظام الجزائري بالسعر في أول تعليق رسمي جزائري. يعني شفنا كل الدول في العالم كيفاش استقبلت هذا الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء، ومنها فرنسا اللي أغلب وكبار الأحزاب نتاع فرنسا ثمنوا هذا الاعتراف وقالوا راه غادي في الطريق الصحيح. بعض الدول الأخرين كذلك، لكن الجزائر تأبى إلا باش تفضح نفسها بنفسها وتأكد للمرة ديال المليار بأنها طرف الصراع. ومنين كيقول المغرب احنا إلا جينا نتفاوضوا راه حنا غادي نتفاوضوا مع الجزائر مش مع بخرخور. هذيك الاسطوانه المشروخه نتاعهم نتاع الدوله البطوشيه انتهت ما بقاتش. اذا كاين تما واحد المشكل ما بين المغرب وبين الجزائر، خص الجزائر تجي تقعد في الطابله نتاع الحوار ويسويو الامور نتاعهم ويشوفوا هذا المشكل اللي خلقوه هما وغرقوا فيه. هنا لما تخرج الجزائر وتندد وتشجب بهذا الاعتراف الاسرائيلي بمغربية الصحراء وتكلم لنا عن الحقوق والتاريخ وكذا، راها كتغرد خارج السير. كيف يعقل الواحد الدولة اللي كتقول لك حنايا ماشي طرف في الصراع، حنا محايدين، تصدر منهم في ظرف شهر اكثر من 36 يعني بيان. البيان من وزارات الخارجية والداخلية والرئيس نتاع الجزائر يوميا الفم نتاعو الصحراء والمروك، والاحزاب كلها الكلام نتاعهم يوميا في الصحراء. نساو الامور نتاعهم الداخليه، ونساو الخدمه نتاع الشعب نتاعهم، ونساو الخدمه نتاع الارض نتاعهم، ونساو المعيشه نتاع الفقراء، وتلهاو كاملين. يا ودي حتى المساجد نتاعهم والائمه نتاعهم كيتناولوا الان الموضوع نتاع الصحراء ونتاع المغرب، ونساو يعالجوا الامور الاجتماعيه نتاعهم. واللي راكم تشوفوها الان كيخرجوا لك الكرغله في اللايفات نتاع المغربيات، وغير يدخلوا معاهم في النقاش يحسوا روحهم راهم يعني نهازموا، وينوضوا ويعري عليها، يعطي السروال. احنا لهذه الدرجه وصلنا لهذا الانحطاط الاخلاقي، لهذه الدرجه. والكلام نتاعهم تسمع الواحد يتكلم الكرغله، حاشا للشعب الجزائري. الشعب الجزائري الشقيق الاحرار هما على راسنا وعينينا، حتى هما كيحشموا يتكلموا الكلام الساقط امام العوائل. انت ما كيتفرجش فيك غير واحد ولا جوج، انت كيتفرجوا فيك الناس، في ديورهم ومع العوائل نتاعهم. والناس راها مازال عاد فيها الحشمه، ومازال كيوقروا روحهم بعضهم بعض. ماشي بحالكم نتوما، بحال اللي عايشين في الزوبيه. بعض الخطرات كنشوف شي واحد كيتكلم نقول له هنا غادي نبات، تبارك الله، وتبقى تسمع عنده هو يدخل في الكلام الخبيث. ما اللسان نتاعهم هكا. لان علاش؟ فرنسا قبل ما تخرج من الجزائر ضيعت لهم الاسماء نتاعهم والاسماء العوائل نتاعهم، شي سماتو كلام من الحزه من لتحت، كل شيء يخربطوهم. والان لما يجي يتكلم معاك ما يعرفش كيفاش يتكلم معاك باسلوب اخلاقي راقي، يعني بعيد عن الكلام الخبيث. فقلنا في أول تعليق رسمي من النظام الجزائري على الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء، صارعت الخارجية الجزائرية للتقليل من أهمية القرار السياسي للدولة الإسرائيلية بخصوص الوحدة الترابية للمملكة المغربية. ففي الوقت الذي رحبت الولايات المتحدة على لسان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بالتقارب المغربي الإسرائيلي
لم يجد النظام العسكري الجزائري غير البكاء والعويل عقب إصابته بالسعر بسبب الموقف الإسرائيلي الرسمي الداعم للمغربية الصحراء. إذا كانوا هؤلاء يهود جاو من قاع الدنيا وقالوا لك لا خويا هذه أرضكم أنتم المغاربة، هذه أرضكم وهذه الصحراء نتاعكم، ومنهم اللي كيقول لك هذه أرضنا، لأن اليهود المغاربة قلنا راهم تما 2.5 ملايين وأغلبهم راهم في إسرائيل وراهم في الحكومة. نتنياهو عنده 7 نتاع الحقائب كلهم مغاربة، كلهم مغاربة، والرئيس نتاع البرلمان نتاعهم راكم شفتوا كيفاش جا عند المغرب وكيدافع على الصحراء نتاعهم، كيدافعوا حتى هما على الصحراء نتاعهم، ويجيو كل الكرغله ويقول لك احنا الكشافه بها غادي نواجهوا المغرب، اما العسكر نتاعنا والجيش نتاعنا راحنا وجدناهم الاعظم من ذلك. لمن اوروبا ها هم راهم يسمعوكم وراه غيعطيكم واحد الطريحه ما عمرك تنساهم، ما عمرك تنساو هاد الطريحه اللي غادي تشدوها عليهم. فلما يجيك اليهودي من لهيه يعترف لك بالصحراء نتاعك، واشنو غادي دير انت؟ تقول له لا سير سيدي بعد عليا ماشي شغلك. احنا الان شفنا الاتحاد الاوروبي كيف يتكالب على الامور والمصالح نتاعنا، وشفنا كيفاش الجزائر اللي جارتنا تبيع فينا وتشري، تبيع فينا وتشري، هذا هو الخير، ولكن ما فيهمش خير، ما فيهمش خير، ما فيهمش الخير، الكرغله ما فيهمش الخير، لان الشعب الجزائري حنا كما قلنا لكم راه على راسنا وعينينا. واحد في الامس واحد الاخ جزائري يتكلم من المغرب، هو مقيم ولا راه سائح في المغرب ولا زاير في المغرب، هذا الاخ هذا قاعد هو والصديق نتاعهم جوج بيهم جزائريين في المغرب، قاعدين في القهوه كيشربوا القهوه نتاعهم، ما عليهم ما بهم، يضحكوا بيناتهم يتكلموا في الهموم نتاعهم، واذا بهم داز واحد المغربي شمكار خايب ماشي مغربي كاع اصلا، واحد لما يتهكم على الضيف نتاعو ويهينه ويسبه ماشي مغربي. حنا القيم نتاعنا المغاربه احنا شفنا الصعد الشرعي كيفاش سب فينا وسب في الملك وسب في الشعب، لكن جا ضيف عندك. احنا في المغاربه عندنا القاعده نتاعنا، عندنا التعاليم نتاعنا، احنا عندنا واحد الميزه على الشعوب الاخرين، واحد كيف ما بغي. شوف يا سيدي، عندنا واحد الدوار في المغرب، دوار قبيله كبيره، ناض واحد جوج دابزو جبد الفردي تيرا فيه قتلوه، هرب. وين هرب؟ هربوا لواحد الخيمه، جاب كيجريو موراه وخرج مول الخيمه واحد الرجل، قالوا له شكون مالكم؟ قال له ودي هذاك اللي دخل الخيمه ديالك راه قتل والدك. قال له قتل ولدي؟ قالوا له واه. قال له معليش، واخا قتل ولدي لهيه دابا راه هرب عندي، والله ما حد حتى شي واحد. شوف اصاحبي، شوف ادخل كما كنقولوا حنايا ف تحت كيفاش كيقولوا له، مشات لينا حتى الهضره، دخل تحت الحمايه نتاعو كما نقولوا، صافي ما بغاش يخلي حتى شي واحد يوصلوا، واخا قتل ولده. انت جوج نتاع الجزائريين جاو لعندك تما يشربوا القهوه في القهوه، تهجم عندهم، انت ماشي مغربي، ما فيكش الاخلاق نتاع المغاربه، ماشي ما فيكش الصفات نتاع المغربي. المغاربه يديروا فيهم اللي بغاو يديروا فيهم، لما يجيك لظهرك خلاص انتهى الامر، ولو قتل لهيه ولدك. ناهيك على تجيه وتسب امه وتسب باه وتسبه هو وتعايرو، يكفي اللي فيه. علاش جاك انت المغرب؟ علاش جاك عند تما؟ خصك تسول روحك علاش خرج من الجزائر ودخل للمغرب؟ علاش؟ راه هرب من هذاك النظام المعفن. لو كان النظام ديالو مزيان يخرج من تما ويجيك المغرب، عارف هو ما عارف شيء، عارف غادي يدخل المغرب وعارف المشاكل اللي بيننا وبينهم وعارف كلشي، ولكن الله غالب. راه هذاك النظام الاموال نتاعو هو، الاموال نتاعو هو، هزوها الكبرانات وعطاوها لروسيا. راهم الحرب نتاع اوكرانيا يكبوا في المليارات في روسيا، والاموال الاخرى يكبوها في فرغوها في الرمل،
للافارقه ويشريوا الذمام. الاتحاد الاوروبي تنهب فيهم الاحزاب الاسبانيه في الانتخابات هذه 5 مليار او عفوا 5 مليون اورو عطوها لحزب واحد باش يعكس ويدير واحد الصوره قبيحه يعلقها ليه وكيسيئوا بها لنفسهم قبل ما يسيئوا الشعب. فكان نقولوا لهذا الجزائري راك في بلادك ومرحبا بك لا انت ولا جميع الاخوه الجزائريين الاحرار، وهذوك الناس ولا هذاك المغربي اللي تعدى عليكم ما كيشرفناش وما هو بمغربي، ما هواش مغربي. كذلك في الجهه اخرى واحد الجزائري اخر هو مقيم في المغرب كيتكلم كلام مزيان، كيقول لك اودي الشعب المغربي وراه يعني الشعب مضياف ويتهلا في الضياف نتاعو ويحترم الضياف نتاعو كذا وكذا، يثني على المغاربه. بينما هذا تعرضوا له هذيك الشنكاره هذيك. ايوا حتى انايا ملي كنمشي هنايا من هنايا للمغرب كاينين الصلاقت اللي كينوضوا يتعداو علينا، يشوفوك عندك الميتريكول ديال الخارج ويجي يبدا يتعدى عليك، يبدا لك من راني عسست لك على الطوموبيل، ولا يجيب واحد السطل ديال ما يقول لك نغسل لك الطوموبيل بالسيف عليك، تقول له لا ينوض معاك بالسبان وانت راك جاي من لهيه وانت جاي من هنا راني كنسيق الشوارع وراني كن في تماره واش حابك راني انا اللي كنصنع الفلوس هنايا وندخلها ولا. وهنا كنشوفوا المرتزقه، شوف كيفاش ضحى هذا المرتزق هذا واللي كيهز الرايه نتاع فلسطين ويسيء لها. شوف قال لك الدوله هو هذا الخائن هذا المرتزق، شوف حتى الوجه نتاعو وشوف الشعر نتاعو واش مرتب، مرتزق 100%. شوف خرج وقال لك الدوله الجزائريه والدوله الوقواقيه البطوشيه تندد بالاعتراف الاسرائيلي وكذا. وشوف قال لك صحفي وراه كذا مرتزق، شوف مش حال عنده في اللايف نتاعو، شوف 160 واحد اسعد الشرعي اللي كيتابعوا 60,000 في 5 دقائق غير يشعل اللايف 60,000 70,000 100,000 يا ودي كتطلع والصنايبي وغيرهم. هو مرتزق هذا 160 حيدها منها واحد اللي كنت انا كنسمع واشنو كيقول هذا الحيوان غادي تبقى لك 59 159. واش هذا هو الصحفي؟ شكون اللي كيسمع عنده بالله عليك 160 صحفي؟ هذا صحفي ويطعن في البلاد اللي كلا فيها وشرف فيها وكبر فيها وكان صحفي في قناة الأولى المغربية. لأن الواحد من يكفر بالنعمة يمشي يتبهدل، راه متبهدل وكيضحكوا عليه السيادو الكبرانات. من بعد هنا نمشيو عند التهجم بعد الابواق نتاع الخارج على المغرب. علاش حنا دفعونا دفع للتطبيع مع اسرائيل، هذه خصكم تعرفوها، دفعونا دفعا بهذا التطبيع. وحنا كما قلنا لكم وباقي كنقول لكم حنا ما محتاجينش الاعتراف نتاع الاسرائيل بمغربيه الصحراء، ولا كنستناو امريكا تعترف لنا بالصحراء. حنا المغاربه 40 مليون نسمه قادرين نحتفظوا على الصحراء نتاعنا. هذيك هي الاكسجين تاعنا، الاكسجين نتاع المغاربه هي الصحراء. والمغاربه بدون الصحراء نتاعهم يا ودي غير يمشيو يرميو روحهم في البحر. ما يمكنش انت يحيدوا لك الرجل ويعاودوا لك الرجل الاخر وهي سبته من ليبيا والجزر 21 والكناريا جزء لا يتجزا من الجزر المغربيه. ما يمكنش المغاربه يمشيو يتفاوضوا معاه في يوم من الايام مع الصبنيول بدون الكناري. اذا تخليت على الكناري تخلى على سبته من ليبيا واسكت وتكمش في دارك، خلي حتى يجيو الرجال. احنا عندنا بطولات تما صنعناها وصنعوها جدودنا تماكي، ما نقدرش نتخلاو على هذه البطولات هذه. في الوقت اللي كانت جميع الدول مستعمره كنا حنايا في الريف الدوله الوحيده في العالم اللي كانت كتحكم نفسها بنفسها
ولولا الضرب اللي ضربونا بالكيمياء ما كانوش غادي يديو منا لا حق لا باطل، ولكن الله غلب، ضربونا بهذاك السم حتى جدودنا بدا يخرج لهم اللسان نتاعهم ويبلع عليهم الفم ويموتوا. هذا هو السم باش ضربونا في الريف، ومازال الى يومنا هذا الاماكن اللي ضربوا بها بذاك السم، واللي كانت سمنيول هي صاحبه هذا الخبث، مازال ما كينبتش حتى الربيع. واغلب الريافه قاسهم تماك المرض الخبيث وحتى السبيطار ما عندهمش تما يداووا فيه، فهمتني ولا؟ لما خرجوا قالوا لك اودي ديروا لنا السبيطار هنا، جاء الملك حفظه الله، وهذا بالشهاده نتاع الساكنه والشهاده نتاع الوزارات نتاع المغرب، جاء الملك ابنى لهم السبيطار بجميع المعدات نتاعو، واذا به رجع للقصر نتاعو، جاو وسرقوه كامل، سرقوا السبيطار كامل وخلاونا في الصداع معه، خلاونا في الصداع. وهم داو الشباب الحبس 20 سنه، شي ما نعرف شنو، شي ما نعرف كذا وكذا. داكشي اللي خلاو الريافه يكفروا ويمشيو يترموا في الاحضان نتاع العسكر الجزائري. راه ماشي سهله، ماشي سهله. المغرب جميع المغرب بناوه الا حنا في الريف، حنا من المغضوب عليه. حنا كنحبوا ولادنا ونحبوا الملك نتاعنا، شاء من شاء وابى من ابى، رغم هادشي اللي كيديروا لنا. احنا قلنا لكم، قولوا لنا شكون اللي سرق السبيطار، شكون اللي سرق السبيطار؟ قولوا لنا الميزانيات اللي كتجي للطريق نتاع الريف باش يتصوب وكيتسرق الميزانيه هذيك، شكون اللي سرقها؟ شكون داها؟ شكون داها؟ شكون داه؟ طريق من الاستعمار نتاع الاسباني مازال على هو الطريق اللي دار عبد الكريم الخطابي ما نعرف شحال من سنه دابا اللي مات، والتنفاه في 1926 ولا 27 ولا واش داك الشيء، تنفاه. ومازال الطريق اللي داروا هو مازال هو مازال هذوك الحوايج اللي دارهم عبد الكريم الخطابي هما ما زادوا عليهم والو. تمسمان هي البقعه اللي عطات الدروس في التاريخ نتاع المغرب، سمحوا فيها. علاش تعاقبوا انتم هذوك المجاهدين اللي صنعوا لكم التاريخ؟ علاش ما تمشيوش لديك تمسمان؟ لو كان مشاو عندها صاوبوا لها الطريق، هذيك المعالم التاريخيه يجيو الصبنيول يزوروها، لان هما هاد الناس هادو ما كتعرفوش شكون هما. ديروا لهم تماك غير واحد تقولها فين وقعت الانوال، يجيو عندها العالم كامل يزوروها تماك، معروفه انوال. اي الماني هنايا كنتكلم معك يقول لي عبد الكريم الخطابي، غير تقول له انا من الريف يقول لك عبد الكريم الخطابي. عبد الكريم الخطابي، عبد الكريم الخطابي معروف. انا من الريافه اللي كيامن بالوحده المغربيه من طنجه حتى الكويرات. الانفصال هذاك ما كاينش. عبد الكريم الخطابي اقطع الطريق على هؤلاء السمساره لما استقبل محمد الخامس رحمهم الله جميعا في القاهره ورجلوا الامور نتاعهم. ولو كان عبد الكريم الخطابي انفصالي ما يقبلش بالمعاش، حتى واحد ما دارها قبل بالمعاش والله ما شدوا، وما كانش كيشدوا هو كاع اصلا قبل بالمعاش، باش يسرد رساله للريافه انه عندكم تمشيو ديروا شي حاجه بالاسم نتاعي، عندكم تمشيو ديروا شي حاجه بالاسم نتاعي. ما يجي لا اسرائيلي ولا امريكي ولا يبدا يساوم فينا والو، ولا الكفرانات المعفنين ساوبتوا انتم روحكم حتى تجيو حنايا للريف تقولوا لنا نفصلوا، او تديو شويه نتاع الحفنه نتاع الريافه اللي مساكين العقل تاعهم 60. البارح سمعت هذاك البغل نتاع السعيد البرصه يدعي على الشعب المغربي، اللهم شتتهم، اللهم قال لك رجعهم فيما بعضهم بعض. يعني احنا نوضوا العياشه كما يسميونا، ونوضوا حنايا في المغرب نوضوا. هيهات حنا عندنا تاريخ، عنده قرون. ما عندناش الحرب الاهليه، دازت واحد الفتره ولكن دغيا ربي ضفا ديك النار. وشكون كان السبب نتاعها؟ شكون اللي طفاها؟ حنا الريافه دائما السياره الاسعاف نتاع المغرب، ولكن للاسف ما عندناش زهر معه. جات الثوره نتاع بالبغل ولا البوحماره، شكون طفاها؟ شكون اللي شدوا وسلموا للسلطان المغربي؟ شكون؟ الريافه كان جات تما عربد وكذا، شداوه جدودنا وسلموه للسلطان الفاس وداوه في واحد القفص بحال القرد. هذاك هو اللي تسبب في الحرب الاهليه. وزيد الريافه ما عمرهم دخلوا. لو كان بغاو يخربطوها ولكن ما بغاوش. حنا لا سيدي، جا سالم مشى لي الاسم نتاعو، جا في الستينات طالب حتى هو بطالب اجتماعي، مطالب اجتماعيه، طالب السبيطار، طالب الطريق، طالب كذا.
ما عندنا لا بلا ثوره ولا هزوا. كان بغاو الريافه يخربطوها يطلعوا على الجبل وسيرجعهم تما. جا الجيش الجرار نتاع 6 مليون ما قضى فينا والو. فما بالك حنا ما نردوش البندقيه نتاعنا مع بعضنا بعض. هذاك اللي راه في الدار البيضاء خونا، وهذاك اللي راه في القويرات خونا، وهذاك اللي راه في طنجه وفي سبته خونا. حنا بيناتنا ما عمرو يوقع الصداع. وهذا الناس اللي راهم يضحكوا عليهم غادي يفوقوا واحد النهار ينقاو اتسوشبيت كي قال لك الالماني. فات الحال، فاتكم القطار، والحمد لله وكفى، والصلاه والسلام على المصطفى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.